ولكن اللي انا وصلت له قناعه اليوم، المغرب باي باي سياسيا، البلاد مشات للهاويه. سي مبدع اللي كيتابع وكيمشي عند فرقه السينجيم غتولي عنده سلطه على القضاه وعلى المسؤولين، سلطه بمعنى في الميزانيه. يا الله، تعرفوا المغاربه شنو عدوكم اليوم؟ هو ان الجهات الفاسده في المغرب وصلتكم لواحد الحاله نفسيه، وصلت المحامون والصحفيين والكتاب والنخبه والمفكرين، هم انهم اقتنعوا راه هذوك الناس اللي حاكمين اللي بغاو يديروا غيديروا، ما عندكم ما تصوروا. سمعوني يا خوتي المغاربه، قسما بربي حتى المغرب انتهى سياسيا. البلاد مشات اخوتي المغاربه بمنتهى المعقول والمصداقيه والمسؤوليه. البلاد مشات اخوتي المغاربه، طبعا ماشي امنيا من الناحيه الامنيه ولله الحمد، احب من احب وكره من كره. المغرب وقف على الصح امنيا، لن تزعزعه لا رياح تجي من جهه الشرق ولا شي رياح تجي من جهه الغرب ولا من جهه الشمال ولا تدخل من داخل. من الناحيه الامنيه المغرب مخدوم، وقف على الصح. نقسم لكم بالله ما فيها لا بروباغندا ولا تبييض شي جهه ما ولا المغرب امنيا يعني حتى شي واحد ما يخاف توهم شي واحد شي نهار المغرب شي فوضى ولا حرب اهليه ولا صداعات ولا الفتنه ولا الاستقرار. يكذب لكم الكذاب. من الناحيه الامنيه حنا خبيرنا وكنعرفوا واش كنقولوا. المغرب واقف على الصح من الناحيه الامنيه، ولكن البلاد مشات اخوتي المغاربه سياسيا. انا امنيا فين عندي المشكل؟ الى اي مستوى غيتحمل السلطات الامنيه بمختلف تلاوينها؟ كنقولوا الامنيه فيها البوليس، فيها الجندار، فيها الداخليه، الى اي حد غتحمل التكلفه والتبعات ديال الخراب السياسي؟ هذا هو اللي ما نقدرش نجاوبكم عليه، هذا هو اللي ما. ولكن اللي انا وصلت له بقناعه اليوم، المغرب باي باي سياسيا، البلاد مشات للهاويه. جوج احداث صادمه بكل المقاييس عرفهم هذا الاسبوع، وهو الشيء اللي غنناقشوا اليوم في اسبوع في حلقه. اليوم اخوتي المغاربه، ولا قبل ما نمشي اليوم، الحدث الكارثه هو التمديد ديال اللجنه ديال اللي غتدبر شؤون الصحافه. والمشكل ماشي في يونس مجاهد وفقط، وماشي حتى يونس مجاهد كاع نقول فيه يونس مجاهد ناقشته في شي مستويات، راه اخطر، وهذا اللي غنوقف عنده اليوم. وان السلطه التنظيميه، هو انا رئيس السلطه السلطه التنظيميه، رئيس الاداره المغربيه، السلطه التنظيميه الحكومه غتولي تعين. هذا هو اللي ما عطاوش الناس قيمه بزاف. الناس بقى بالهم مع مجاهد صحيح، مجاهد فيه نقاش حيت وجه وصحاب، ولكن حتى واحد ما انتبه للرعب. جوج الحوايج، شنو هي الصلاحيات الدستوريه اللي عند الحكومه دارتهاش؟ جوج، كيفاش واش عند الحق الحكومه تعين؟ اذا ما غنفصلش هذا الشيء، خليه حتى نجي لهذا المقطع. انا بغيت نستهل هذه الحلقه هذه بهذه القنبله. وعلاش قلت البلاد مشات؟ محمد مبدع هو رئيس جماعه الفقيه بن صالح، المجلس البلدي ديال الفقيه بن صالح، كان وزير سابق، له ملف الثقل ديالو بثقل ميزان جبل تبقال من ناحيه الفساد شبهات. طالع هواد عند الفرقه الوطنيه، نوضوا نتوما يا البرلمانيين الامه الفقهاء اللي كنتسناو بركتهم، بلا حشمه بلا حياء، بدون حياء، وضعوه على راس واحده من اكثر اللجان حساسيه، لجنه العدل والتشريع، في مواجهه مباشره مع القضاة، لانه هو اللي تما كدوز الميزانيه ديال المجلس الاعلى للسلطه القضائيه، تما كدوز ميزانيه النيابه العامه لان ميزانيتها مستقله، تما كدوز ميزانيه السي محمد صالح التامك سجان المملكه المغربيه، تما كدوز ميزانيه الامين العام للحكومه وما ادراك، تما كدوز الميزانيه ديال وزير العدل الوهاب، وتما كدوز الميزانيه ديال السي بيتاس، وتما كدوز يعني الميزانيه ديال عدد من المؤسسات، تقريبا المهم 9 ديال المؤسسات كدوز ميزانيتهم تما. هو اللي كيبرمج من دابا اللورا المغاربه الذي طالع هو عند الفرقه الوطنيه عند السي بوعلي. انا غنجي للفرقه الوطنيه من دابا اللور، هو اللي غيبقى يبرمج النهارات، وعنده الحق يستدعي الوزراء ويستدعي التامك ويستدعي عبد النبوي ويستدعي مثلا المجلس الاعلى للسلطه القضائيه، كاع اللي كيدوزوا ميزانيتهم تما. والسي الضحاك سي مبدع اللي كيتابع وكيمشي عند فرقه السينجيم غتولي عنده سلطه على القضاة وعلى المسؤولين، سلطه بمعنى في الميزانيه. يا الله،
يا الله يا الله ملي نبقى نقول لكم اخوتي راه بلد العجائب والغرائب، ولكن شكون عايستشعر هذا الرعب؟ شكون كيحس المغرب في غادي؟ وتالين هذا الشيء غيبقى، تالين هذا الشيء غيبقى رئيس لجنة العدل والتشريع. رئيس غدا غيكون عندي نقاش مع السي محمد أوزين ومع السي مبدع ومع قادة الحركة الشعبية ومع البرلمانيين الأمة ومع كل المسؤولين على الدولة المغربية، لأنه بان لي غنظلم البلاد وغنظلم مهنتي إلا درت 5 دقائق ضمن أسوة في حلقة، لأن هذا خطر. فيه نقاش مع وزير الداخلية الفتيت، كاين نقاش مع زينب العداوي، كاين نقاش مع الفرقة الوطنية ورئيسها سميتو بوعلي، والله ما عرف سميتو، المهم كيكتبوا عليه بزاف الصفحات وانا ما كنبغيش نجبدو من جملتهم الصفحه يعني الصديقه والمحترمه الفرشه كتكتب عليه بزاف، وانا واخا كيكون عندي تحفظ ولكن دابا غادي نناقش ربما